عمرك سألت نفسك ليه أوقات بنتعلق بأكتر شخص بيأذينا؟ ليه الشخص اللي كسر قلبنا وخذلنا وتعبنا نفسيا هو نفس الشخص اللي احنا مش قادرين ننساه أو نتخطاه؟ المفروض يكون العكس صحيح. المفروض نبعد عن اللي وجعنا، لكن اللي بيحصل أحيانا إننا بنتعلق بيه أكتر وبنفضل نفكر فيه أكتر ونشتاق ليه أكتر وبنتمنى رجوعه أكتر وأكتر. النهاردة هنتكلم عن السبب الحقيقي ورا إننا بنتعلق بالأشخاص اللي بتأذينا. وأول حاجة، لأنك وقعت في حب الإحساس مش الشخص. في ناس كتير فاكرة إنها متعلقة بالشخص نفسه، لكن الحقيقة هي متعلقة بالإحساس اللي الشخص ده كان بيديهولها، سواء كان إحساس بالاهتمام، إحساس بالحب، إحساس إن حد مهتم بيك. فبعد ما الشخص ده بيمشي انت مش بتشتاق ليه هو بس، انت بتشتاق للشعور اللي كان بيخليك تحسه. وتاني حاجة، لأن عقلك بيحب الشيء اللي مش مكتمل. الحاجات المكتملة بتتقفل صفحتهم، لكن الحاجات الناقصة بنفضل نفكر فيها وبتفضل شغالة جوانا، سواء جوه القلب أو جوه العقل. عشان كده ممكن ننسى شخص حبنا بصدق، لكن تفضل سنين تفكر في شخص سابك فجأة وتقعد تسأل نفسك هو سابني ليه؟ أنا عملت إيه؟ لأن عقلك لسه بيدور على إجابات، لسه بيدور على نهاية القصة. تالت حاجة، لأن أنت كنت بتجري ورا اللحظات الحلوة. أخطر العلاقات مش دايما اللي بتكون سيئة بالكامل. أخطر العلاقات هي اللي فيها شوية حب وشوية ألم، شوية اهتمام وشوية تجاهل. في يوم تفرح ويوم تتوجع، وده بيخلي الإنسان يتمسك أكتر. كل مرة بيستنى اللحظة الحلوة ترجع. الرابع حاجة، لأنك فقدت نفسك جوه العلاقة. أوقات المشكلة مش في الشخص، المشكلة إنك حطيت حياتك كلها في الشخص ده، سواء كانت أهدافك، سعادتك، اهتمامك، وقتك، كل حاجة بقت مرتبطة بالشخص ده. فلما مشي انت حسيت ان جزء منك اختفى. خامس حاجة، لأنك بتربط الرحيل بقيمتك. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة. ناس كتير لما حد بيسيبها بتفكر انها مش كفاية، او انها فيها عيب، او بتقول لنفسها انا استاهل الحب، فتبدأ تحاول ترجع الشخص ده مش حبا في الشخص، لكن عشان تثبت لنفسها انها تستحق الحب ده من الاساس. الحقيقة المؤلمة واللي محدش بيحب يسمعها ان بعض الناس مش بنحبهم، احنا بنتعلق بيهم. وفي فرق كبير جدا ما بين الحب وما بين التعلق. الحب فيه راحة، اما التعلق فيه خوف. الحب فيه امان، اما التعلق فيه قلق. الحب بيخليك احسن، اما التعلق بيخليك تفقد نفسك. طب تعمل ايه؟ اول خطوة، بطل تبرر الاذى. الشخص اللي بيجرحك باستمرار مش بيتغير، لانك بتحبه اكتر وبتديله اكتر من قيمته. تاني خطوة، افتكر الحقيقة كاملة، مش اللحظات الحلوة بس، افتكر كمان الوجع والتعب والخذلان اللي انت مريت بيه. تالت خطوة، ارجع لنفسك، لهواياتك، لأهدافك، لصحابك وحياتك اللي كانت موجودة قبل الشخص ده وهتكون إن شاء الله موجودة بعده. رابع خطوة، افهم إن قيمتك مش مرتبطة بوجود حد أو رحيله. اللي يمشي من حياتك مش بياخد قيمتك معاه.
لو لسه مش قادر تنسى شخص أذاك، فممكن تكون المشكلة مش إنك بتحبه، ممكن تكون المشكلة إنك متعلق بالإحساس اللي كان بيديهولك. وعشان كده بدل ما تقعد تسأل نفسك إزاي أرجعه، اسأل نفسك إزاي أرجع نفسي. لأن أحيانا أكبر خسارة مش إن شخص يبعد عنك، أكبر خسارة إنك تبعد عن نفسك وإنت بتحاول تتمسك بيه. افتكر دايما الشخص اللي ضاع منك ممكن يتعوض، لكن نفسك لو ضاعت وإنت بتجري وراه، هي دي الخسارة الحقيقية اللي عمرها ما تتعوض. لو لسه بتحاول ترجع نفسك بعد علاقة متعبة، اكتب أنا قادر وأنا أقوى مما أظن في التعليقات.